ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارف ان انا بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات، بس كان حصل لي شويه ظروف شويه يعني. فالمهم يعني احنا رجعنا لكم وبقوه، والنهارده هنختم قصه جود اوف وور اللي هي جود اوف وور 2018 وجود اوف وور راجناروك. فلو انت ما تابعتش خالص القصه، يا ريت ترجع للفيديوهين اللي فاتوا، هتلاقي فيهم شرح القصه كامل علشان تبقى معانا على نفس الخط يعني ونفس الشرح. ويلا بقى نبدا القصه بتاعتنا. بعد سنين من احداث جود اوف وور 3، بنشوف كريتوس هو في أرض جديدة خالص اسمها الأرض الإسكندنافية. للي ما يعرفش الأرض الإسكندنافية دي اللي فيها أودين وثور ولوكي. التلاتة دولت هم أشهر أساطير هناك عامة يعني، أو ملوك. كريتوس قرر بعد اللي عمله في اولمبوس ده كله بقى والقتل بقى وده كله، قرر ان هو يبدا حياه جديده مع زوجته وابنه. مش هتطرق لزوجته دلوقتي لان احنا هنعرفها مستقبلا هي ايه اصلا. المهم دلوقتي احنا معانا ابنه اللي هو اسمه اتريوس. القصه بتبدا معانا لما زوجة كريتوس الجديده ماتت، وطبعا الحزن كان مخيم عليه جدا هو وابنه اتريوس. وكانت وصيه زوجته الاخيره ان الرماد بتاعها يتنشر من على اعلى جبل في العوالم التسعه. ايوه، في الاساطير الاسكندنافيه او الارض الاسكندنافيه اللي احنا فيها في 9 عوالم. فالمهم بقى بعد ما عملوا مراسم الدفن وخدوا الرماد بتاعها فعلا، كريتوس بيقرر ان هو يعلم ابنه الصيد وبيخليه يصطاد غزال، ويعني الدنيا كانت ماشيه تمام. وروحوا البيت بقى وناموا، وجه في يوم من الايام شخص غريب عليهم ودق الباب، وحرفيا كانه بيقول لكريتوس يا شر اشطر. يعني دخل على كريتوس اداله بوكسين في وشه. وانتوا عارفين المعلم كريتوس ما بيتوصاش بالمواضيع دي بالذات، راح داخل عليه وقامت معركه جامده جدا بين الاتنين دولت. والمهم يعني كريتوس في الاخر كسر رقبته ورماه من اعلى الجبل. فالمهم بقى بعد الاحداث دي كريتوس بيقرر ان هو يبدا الرحله بتاعته، وبيقابل هو في الطريق بتاعه كزمين، واسم الكزمين دولت هم بروك وسيندري. بروك وسيندري عملهم الاساسي ان هم بيطوروا الاسلحه وبيخلوها اقوى، ففادوا كريتوس جدا وكانوا دايما بيطوروا الاسلحه بتاعته هو وابنه اتريوس. وبعد ما قابلوا الكزمين دول بيقابلوا ساحره الغابه، وما بنعرفش اسمها لغايه دلوقتي، بس بنعرف ان هي عندها قدره شفائيه ويعني بتعرف السحر وكده. وبعد فتره وهم بيمشوا تلاقوا طريق مسدود، وكان لازم نور إلفهايم علشان يعرفوا يعدوا من الطريق ده. واللي قال لهم الموضوع ده وعرفهم المعلومه دي هي ساحره الغابه اللي كانت في الاول معانا. وفعلا كريتوس بيروح يجيب نور إلفهايم ده وبيعدي الطريق المسدود. وهما في الطريق للوصول للقمة بنتفاجئ ان الشخص الغريب اللي كان بيواجه كريتوس في اول الحلقة خالص واتنين كمان من ابناء ثور اللي هما ماجني ومودي. وبنكتشف ان الشخص الغريب التالت ده كان هو بالدور. بالدور ده هو ابن اودن. وبعد ما يخلصوا حديثهم مع الشخص ده بنكتشف ان الشخص ده اسمه ميمير. ميمير ده المفروض ان هو اكتر واحد عنده حكمة في العوالم التسعة كلها ومعارف بكل حاجة. فالمهم كريتوس كان محتاج ميمير ده معاه في الرحلة بتاعته، فتخيل ان هو قطع راسه علشان ياخده معاه. يعني مش جديدة على كريتوس، يعني عملها كذا مرة مع كذا واحد، يعني مش جديدة. واوعى تتخيل مثلا ان هو قطع راسه وكان حي، لا ده راحوا للساحرة اللي احنا عرفنا ان اسمها فريا. فريا دي المفروض ان هي زوجة اودن، واللي عرفنا بالموضوع ده كله هو المعلم ميمير. ومن ساعة ما كريتوس عرف ان هي زوجة اودن قرر ان هو يتجنبها شويتين فاهمني، ويحيط بيها يعني خلاص كده فاهمني، اللي هو انا مش بثق فيك خالص يا وليه. المهم كريتوس بعدها بيكمل رحلته مع ميمير واتريوس، بيحاول ان هو يوصل لاعلى قمة جبل واللي هي في عالم يوتنهايم. يوتنهايم ده هو عالم العمالقة في الأساطير الإسكندنافية، والمفروض إن أودين سادد الطريق السهل للعالم ده. وهم في طريقهم بيعترضهم ماجني ومودي أبناء ثور، لكن كريتوس طبعا زي ما انتوا عارفين عمل الواجب معهم. لكن في أثناء اللحظات دي أتريوس بيصيبه حمى جامدة جدا، يعني من الآخر جاله مرض. والمرض ده لو انتوا مش عارفين ده بسبب إن أتريوس المفروض نصف حاكم ونصف عملاق، لأن أمه اكتشفنا إن هي من جنس العمالقة، فخدوا وراحوا لفريا تاني. لكن فريا ساعتها قعدت توبخه شوية وقعدت تقول له انت ليه ما قلتش لابنك اتريوس عن الماضي بتاعك وانك حاكم واللي انت عملته واللي انت سويته. ده بسبب ان كريتوس خايف ان هو اصلا يقول لاتريوس على اللي هو عمله زمان. وبصراحة يعني كريتوس حقه ان هو ما يقولوش يعني
المهم بقى فريا قالت لكريتوس ان هو لازم يجيب قلب هيل. قلب هيل ده موجود في العالم الاكثر صقيعا في العوالم التسعة وهو عالم هيلهايم. ففريا قالت لكريتوس ان الفاس اللي معاه ده مش هينفع هناك، لازم حاجة مثلا فيها نار او اي حاجة علشان تعرف انك تواجه الوحوش اللي هناك، لان الوحوش هناك كلها جليد وانت الفاس بتاعك جليدي اصلا. وهنا جاء المشهد الاعظم في تاريخ القصة بتاع كريتوس 2018 كلها، مشهد عودة بليدز اوف كايوس. كريتوس راح البيت بتاعه وطلع بليدز اوف كايوس في جو سينمائي، ويعني مش عارف اقول لكم كمية الفرحة اللي انا يعني كنت فيها وانا بشوف المشهد ده والله. المهم بقى بعد ما خد السيوف بتاعته ظهرت له المعلمة أثينا الروح بتاعتها طبعا، وقالت له انت عمرك ما هتتغير يا كريتوس وهتفضل زي ما انت. طبعا كريتوس قال لها يلا اما من هنا وسابها ومشي طبعا زي ما احنا عارفين يعني. المهم بقى كريتوس بيتوجه لهيلهايم فعلا وبينتزع القلب من الوحش وبيواجه ابو زوس، لكن ميمير كان معاه. لولا ميمير على ما اظن كريتوس كان راح في هيلهايم ومرجعش تاني، لان هو فعلا كان هيروح لزوس. زوس كان بيقول له تعالى، ولو كان راح ما كانش هيرجع عامه يعني. وبعد ما رجع كريتوس من هيلهايم لفريا اداها القلب وعرفت فعلا ان هي تشفي اتريوس. المهم بقى بعد ما فاق اتريوس بيقرر كريتوس ان هو يقول له ان هو نصف حاكم. وطبعا بعد ما عرف اتريوس ان هو نصف حاكم يا جماعه الموضوع اختلف 180 درجه. اتريوس اللي كان متواضع وبيخاف على الوحوش وده كله بقى متغطرس ومتكبر وما بيسمعش كلام ابوه. انت متخيلين يعني عقوق والدين وتكبر وتغطرس؟ ده انت عيل ابن. A few moments later. فالمهم بقى بيتوجهوا البوابة، لكن حصل خلاف ما بين كريتوس واتريوس وأدى إلى تدمير البوابة. وبعد طبعا ما دمروا البوابة ونزلوا تاني لهيلهايم قابلوا المعلم بالدور تاني، وبنكتشف خازوق جديد غير إن هو ابن أودين طلع إن هو ابن فريا. وبنكتشف إن فريا كانت حاطة على بالدور لعنة إن هو ما يموتش خالص، وده يوضح لنا ليه ما ماتش من أول مرة في اللعبة خالص لما كريتوس حرفيا قسم راسه نصين. واللعنة دي غير إن هي ما بتخلوش يموت خالص، بالدور حرفيا ما بيحسش بأي حاجة ولا بألم ولا بضرب ولا بأي حاجة، يعني حرفيا عديم المشاعر. المهم بالدور كان عايز يقتل أمه، لكن الأب كريتوس موجود يا جماعة عنفه وضربه تاني ورماه تاني. يعني الموضوع يعني زي ما انتوا عارفين. ولو انتم ملاحظين البوابة لعالم يوتنهايم المفروض ان هي خلاص اختفت بسبب العراك ما بين اتريوس وكريتوس. فالمهم بقى ميمير يتكرم ويقول لهم ان في طريقة تانية انك تروح لعالم يوتنهايم عن طريق عينه المفقودة. ويعني النسيبة هنا ان العين دي يعني يعني مش عارف اقولها ازاي، بس هي في بطن يورمنجاندر. يورمنجاندر ده انا ما اتكلمتش عليه من اول القصه مع انه ظهر، بس هو اهميته هنا فاهمين. يورمنجاندر ده المفروض اللي هو ابن لوكي ويعني زي ما انتم شايفين قدامكم مش محتاج اتكلم عليه عامه. المفروض ان كريتوس يخش جواه ويبحث عن عين ميمير جواه، انت متخيل؟ فالمهم كريتوس طبعا بيأدي المهمه دي، ويورمنجاندر الصراحه كان متعاون جدا، لكن الخازوق الذي لا ينتهي وهو بالدور بيظهر لهم تاني. لكن على ما اظن المره دي كانت النهايه، لان اتريوس كان معاه سهم حرفيا كسر اللعنه بتاعت فريا مش عارف ازاي. والمفروض ان السهم ده اصلا واخدينه من القزمين اللي هم كانوا معانا من اول القصه. فالمهم بعد ما ضرب السهم ده خلاص المفروض كده ان بالدور بقى يحس بكل حاجه وكده. فاول حاجه راح عاملها بعد ما حس بكل حاجه راح رايح لامه وكان عايز يموتها، لكن كريتوس زي ما انتوا عارفين طبعا مسكه وقسم راسه نصين تاني، وبكده بالدور مات رسميا. لكن فريا ما كانش عاجبها الوضع، قالت له انت قتلت ابني فانا هفضل زي كده ايه عملك الراضي، هفضل ارازيك في كل حته انت رايحها وجاي منها. المهم كريتوس كالعاده طنشها وقرر ان هو يروح يوتنهايم بقى ويرمي الرماد بتاع مراته. لكن بقى في اللحظات بعد ما رمى الرماد بقى وده كله النهايه المفروض جت وكده، كريتوس بيكتشف ان اسم ابنه الحقيقي اللي هو اتريوس اسمه لوكي. ومش محتاج اوضح لكم لوكي يعني ايه في الاساطير الاسكندنافيه، وفي بلاوي كتير تانية كتير قوي اكتشفناها، بس يعني ملهاش دعوه بالقصه بتاعتنا. في خازوق بقى يتبعه خازوق اكبر بكتير حصل في وسط القصه بتاعتنا. كريتوس واتريوس كانوا بيواجهوا ماجني ومودي. المفروض ان هم ابناء ثور. فالمهم يعني كريتوس قتل واحد واتريوس قتل واحد. بعد بقى ما عملوا الحوارات دي كلها وفاهمين ورموا الرماد ورجعوا البيت بقى وناموا،
صحيوا تلاقوا قدامهم المعلم ثور، ده طبعا في نهاية جود اوف وور 2018. واللي هيسألني هو ثور ليه رجع لكريتوس، هقول لك يعني واحد ابنائه الاتنين ميتين، عايزه يعني يروح يقابله بالحضن وكده. المهم يعني ثور ظهر في نهاية قصة جود اوف وور 2018، وقلنا من هنا شي از ديد، يعني كريتوس شي از ديد حرفيا. لكن بقى بتكمل معانا الجود اوف وور راجناروك، واللي هي هنخش فيها دلوقتي. انا عايز اقول لكم على حاجه قبل ما اكمل القصه. عامه الاحداث اللي انا قايلها كلها ممكن ما تكونش مترتبه، لكن يعني هي مرتبطه كلها ببعض، فيعني انا ما نسيتش حاجه على ما اظن في قصه جود اوف وور 2018. ولو نسيت يا ريت تكتب لي في كومنت تحت ايه اللي انا نسيته. نخش بقى في احداث قصه جود اوف وور راجناروك. الاحداث بتبدا معانا بعد 3 سنين من احداث جود اوف وور الاولانيه، وبسم الله الرحمن الرحيم كده بعد ما اتدرب كريتوس هو وابنه اتريوس بتقابلهم فريا، وكانت عايزه تموت كريتوس. وطبعا انتوا عارفين ليه، لان هو قتل ابنها الحبيب بالدر. لكن كريتوس زي ما انتوا عارفين طبعا هشها كانه بيهش دبانه وما موتهاش، لانه زي ما انتوا عارفين كريتوس بقى عطوف وحنون وبقى يخاف، وقال لابنه اتريوس احنا مش هنقتلها بسبب ان احنا قتلنا ابنها. اخلاق كريتوس في جود اوف وور راجناروك يا جماعه يعني مش ده كريتوس اللي انا متعود عليه. بس يعني المهم بيرجع كريتوس للبيت وبنكتشف ان اتريوس كان عنده ذئب اسمه فينرير، وفينرير ده المفروض ان هو كان بيموت. وبعد ما مات فينرير اتريوس بيفقد السيطرة تاني على قوته وبيتحول لدب وهجم على كريتوس. لكن كريتوس زي ما انتوا عارفين عنفه، ويعني خلاص الواد نام. فاهمين؟ للي هيسأل هو اتريوس ازاي اتحول وكده، هقولك المفروض ان اتريوس ده دلوقتي لوكي، فهو اكتشف قدرات ان هو ممكن يتحول لأي حاجة حرفيا، ده لأن لوكي ممكن يتحول لأي حاجة. المهم بقى بعد ما رجعوا البيت وناموا بيصحوا على صوت المعلم ثور، وطبعا دي كانت نهاية الكات سين اللي موجود في جود اوف وور 2018. واحنا كلنا كنا متوقعين ان ثور يخش، يعني فاهمين اللي هو يكسر الدنيا زي بالدر ما عمل في الجزء الاولاني، دخل من غير حتى ما يقول احم ولا دستور. لكن على العكس تماما، ثور دخل بيت كريتوس وشرب معاه قهوة، واخدين بالكم، وكان بيتكلم معاه عادي. وبعدها ب5 دقايق بالظبط انه فاجأ بان اودن بيخبط على الباب ودخل برضه. انتوا متخيلين ان ثور واودن وكريتوس في اوضه واحده؟ يعني كميه الدمار اللي ممكن يحصل لو حد فيهم عطس. بس الصراحه بالنسبه لي كانت دي من امتع اللحظات اللي انا كنت بلعب فيها اللعبه دي. المهم ثور واودن اتكلموا مع كريتوس ان هم يعملوا هدنه معاه، واكتشف كريتوس وهم بيعملوا الهدنه دي ان ابنه اتريوس كان بيدور على واحد اسمه تير، وتير ده بالنسبه للاسكندنافيين هو حاكم الحرب، حاجه كده زي كريتوس في جود اوف وور 1 و 2 و 3. المهم بقى بعد شويه كلام كريتوس بيقرر ان هو يرفض الهدنه دي، واول ما سمع ثور كده حرفيا كانها جات له على الطبطاب، راح هاجم على كريتوس وحصل معركه بينهم، لكن انتهت بالتعادل. وكريتوس كان منهك جدا من الحرب دي لدرجه ان بروك وسيندري رجعوه للبيت، اللي هم الاقزام اللي المفروض بيعملوا الاسلحه بتاعته. المهم بعد ما فاق كريتوس بيسال ابنه بقى انت كنت بتعمل ايه وكده، وبيكشف له ان هو كان بيقعد يزور المعابد والاضرحه علشان يكتشف القصص الخفيه عنه. يعني حرفيا كان غفل ابوه في كل حاجه. لا وايه، كان بياخد سيندري معاه. وبعد ما كريتوس عرف الكلام ده كله اكتشف ان في معبد قريب من بيته، وراحوا فعلا واكتشف ان في حفريات لتير اللي هو حاكم الحرب هناك، وبيشوف حفريات ان تير بيعمل جيش كبير جدا ضد اسجارد. وده بيفكرني بواحد كده اسمه كريتوس زمان، لانكم لو لاحظتوا كريتوس برضو عمل جيش كامل ضد اوليمبوس وابوه زوس، وتير عمل نفس الكلام حرفيا. لكن بيكتشفوا ان تير موجود وعايش لكن محبوس، وطبعا اللي حبسه هو اودن. فبيقرر كريتوس ان هو يحرر تير، لكن اودن كان عامل حسابه وحاطط تير اصلا في بعد تاني خالص غير العوالم التسعه، في سجن كده معزول لوحده. لكن ولحسن الحظ بيقابلوا سيندري تاني، وسيندري بيديهم بذرة إجدارسيل. إجدارسيل دي المفروض ان هي بتسمح لهم ان هم يسافروا للعوالم المغلقة. فالمهم بقى بيسافروا لعالم الاقزام وبيقابلوا واحد هناك اسمه دورلين. دورلين بيديهم مكان حبس تير، وبيديهم الارشادات والتوجيهات عشان يروحوا هناك. وفعلا بينجح كريتوس وابنه اتريس ان هم يروحوا هناك فعلا ويحرروا تير. وبعد ما حرروا تير بيقرروا ان هم يروحوا الالفهايم لاعلى معبد هناك، وهناك اتريوس بيكشف لكريتوس ان هو شاف راجناروك وشاف دمار اسجارد. فالمهم بقى بعد الحوارات دي كلها اتريوس بيقرر ان هو ينام، ولما نام سافر لعالم اسمه ايرون هود، وبيقابل هناك عملاقة اسمها انجر بودا، وبتوري حفريات ما شافهاش اصلا قبل كده
وكريتوس هو اللي شافها بس لما كان في هيلهايم، وبيشوف في الحفريات دي ان كريتوس بيموت وهو بيخدم اودين. المهم بقى انجر بودا بتدي احجار لاتريوس وبتقول له خليهم معاك. وفي أثناء رحلتهم بيقابلوا جدة أنجر بودا اللي هي اسمها جريلا، كانت بتصطاد الذئاب والأرواح. أتريس وأنجر بودا بيقرروا إن هما يوقفوا الجدة عن اللي هي بتعمله ده، وبعد ما وقفوها أتريوس بينقل روحه لتعبان صغير، وبعد كده بينمو نمو غير طبيعي، وبنكتشف إن التعبان ده هو يورمنجاندر. المهم بقى بتنتهي الرحلة هنا، وأتريوس بيرجع لميدجارد تاني بعد السفرية دي كلها. واول حد يشوفه كان المعلم كريتوس، وطبعا كان غاضب جدا وكان عايز يكسر راسه من الاخر يعني. والمهم بقى بتظهر بعدها فريا، واللي هي المره دي كانت عايزه تساعد كريتوس ده لسبب واحد بس، ان هي عايزه تكسر لعنه اودين. المفروض ان اودين كان عامل لعنه على فريا ان هي ما تعرفش تغادر ميدجارد، يعني ما تعرفش تروح على يوتنهايم ولا حتى هيلهايم ولا اي حته في العوالم التسعه، هو العالم بتاع ميدجارد بس اللي تعرف تتجول فيه بس. وبتوجههم لاخوها اللي هو اسمه فرير، وبيتجمعوا كلهم في معسكر موجود فيه الاجناس كلها حرفيا اللي في العوالم التسعه. وبعد ما توجه كريتوس للعنه اللي حطها اودين على فريا، بينجح ان هو يكسرها، لكن بيواجه حارس كبير جدا وفريا بتساعده ان هو يهزمه. وبعد ما هزمته فريا بتقول لكريتوس انا ممكن برضه اموتك في وقت من الاوقات، يعني خليك حذر مني. لكن كريتوس بقى بعد ما اقنعها شويه بتكتشف ان السبب في ده كله هو اودين، وبتوجه بقى الغضب والحقد ده كله لاودين، يعني كلهم حرفيا دلوقتي بقوا عايزين يموتوا اودين. بعدها بقى اتريوس وكريتوس بيتخانقوا تاني وتالت ورابع بسبب ان اتريوس مش راضي يقول لكريتوس ان هو كان فين في اليومين اللي كان فيهم في ايرون وود. وكان معتاد اتريوس بيسيب كريتوس ويهرب، لكن وهو بيهرب اتلاقى غراب من غربان اودين، واودين بيدي دعوه لاتريوس ان هو يروح لاسجارد. طبعا زي ما انتم عارفين اودين خبيث جدا، قال لاتريوس تعالى اسجارد عشان نشوف طريقه نمنع موت كريتوس بيها. ففعلا اتريوس بيتوجه لاسجارد وبيقابل اول واحد هناك وهو هايمدل، وبنكتشف ان هايمدل عنده قوه خفيه ان هو لو بص في عين اي واحد بيعرف نواياه وكده، فبيقرر ان هو يقتل اتريوس. لكن ظهر المعلم ثور وقال له اقف يلا مالكش دعوه بيه، وبيقرر ياخده لاودين. واودين كان بيستدعي اتريوس عشان يجمع قناع كده مفقود، والمفروض القناع ده بيساعده ان هو يبص في الصدع، والصدع ده على اقوالهم يعني بيقولوا ان في معرفه لا نهائيه. وللي يعرف قصه اودين عامه هيعرف ان اودين يعني حرفيا مهووس بالعلم وده كله، علشان كده قرر ان هو يجمع القناع ده. ده غير ان الصدع ده المفروض ان في خطه لاحباط راجناروك، يعني راجناروك ممكن تقف خالص بسبب الصدع ده. اتريوس بيقرر يوافق وبيرافقه ثور في رحلته عشان يحميه طبعا، وبيجمع قطع القناع. لكن وهم بيجمعوا القطعه الاخيره في القناع بيطلقوا سراح وحش اسمه جارم عن طريق الخطأ، وبيبدأ جرم ده في الهيجان وبيحدث تمزيق في العالم كله حرفيا بقى بيتمزق. في الوقت ده كريتوس كان بيدور على ابنه اتريوس، وبيكتشف ان هايمدال عايز يقتل اتريوس، والمفروض ان هايمدال حرفيا يعتبر من اقوى 3 في الاساطير الاسكندنافيه. فعلشان يعرف يهزم هايمدال فقرر ان هو يطلب المساعده من بروك، وبروك قال له في رمح اسمه دروبونير ده ممكن يساعدك انك تقضي على هايمدال. بعد المواضيع دي كلها اتريوس بيرجع لميدجارد وبيروح لبيت سندري، لكن بيكتشف ان في وحوش بتواجهه، لكن المعلم كريتوس بيجي وبينقذ اتريوس. بيقرر ان هو يرجع لهيلهايم علشان يواجه جارم علشان ما يقعدش يخرب في العالم. المهم بقى بعد مواجهه عنيفه اتريوس بيكتشف طريقه يقتل بيها جارم، وفعلا بتنجح. بعد المواضيع دي كلها ما حصلت كريتوس قرر ان هو يسيب هايمدال عشان هايمدال لغايه دلوقتي ما قررش يعمل حاجه. لكن فريا كان لها راي تاني وكانت عايزه المعركه توصل لاسجارد باي طريقه، فراحت لاخوها وقررت ان هي تحشد قوات كبيره جدا علشان تهجم على اسجارد. فكريتوس بيقرر ان هو يساعد فريا، وفي رحلتهم بيقابلوا هايمدال، وهايمدال بيقرر ان هو يقاتل كريتوس، لكن كريتوس بيستخدم الرمح وبيقضي على هايمدال فعلا، مع ان المواجهه مع هايمدال كانت صعبه جدا جدا جدا. وكريتوس في المواضيع دي كلها ما كانش عايز المواضيع دي تحصل اصلا، ولا ان هو يقتل هايمدال، ولا ان راجناروك تحصل، هو ده كله بيحصل غصب عن عين كريتوس حرفيا. في اللحظات دي اتريوس بيقول لكريتوس انا معايا قناع ومش عايز اديه لاودين خالص،
خالص، لان اودين لو عرف ان القناع ده معاه حرفيا راجناروك اللي قاعدين يعملوا لها من اول الحلقه هتنتهي. وفعلا كريتوس بيثق في اتريوس لاول مره وبيخليه يبحث عن القطعه الاخيره في القناع وبيخليه يسافر لنيفلهايم لوحده. وبعد ما اتريوس لقى القطعه الاخيره في القناع تظهر زوجة ثور اسمها سيرا على ما اظن، بتقنع ثور ان هو يقتل ابن كريتوس اللي هو اتريوس. ده بسبب طبعا حاجه احنا عارفينها كلنا، ان اتريوس قتل ابن من ابناء ثور، ده غير ان ابوه موت الابن التاني، فكان عايز ينتقم باي طريقه. مشاعر الابوه يعني تأججت جواه وقرر ان هو يقتل اتريوس، لكن لحسن الحظ اتريوس بيعرف يهرب من ثور. وفي اللحظات دي بنكتشف ان تير اللي احنا كنا خرجناه من الاول خالص هو اودين وطعم بروك. وفي اللحظات دي كان كريتوس واتريوس اتقابلوا ورجعوا للبيت، وكانوا طبعا حزنانين على بروك ان هو مات. وبعدها بفتره بيقرر كريتوس واتريوس يزوروا عالم العمالقه وبيقابلوا العملاق النار هناك وبيطلبوا المساعده منه علشان يهزموا اودين. والعملاق ده بيوجههم لقلبه، وبنكتشف ان العملاق ده اصلا اسمه سورتين وهو اصلا راجناروك. في اللحظات دي كان العملاق مستني استدعائه، فبيتفاجئ كريتوس واتريوس بفالكيري بيواجهوه، لكن كريتوس بيقدر يهزمهم وبياخدوا البوك ده المفروض ان هو لو نفخ فيه راجناروك بدأت خلاص. وطبعا كريتوس بيمسك البوك وفعلا بينفخ بيه وبتبدأ راجناروك الحقيقية يا جماعة. يعني حرفيا كل اللي فات ده كان بس تجهيز راجناروك، انتوا متخيلين؟ لكن راجناروك الحقيقية هتبدأ من دلوقتي. وبعد النفخة دي كل القوات حرفيا اللي كانت ضد اسجارد اتجمعت بما فيهم العملاق الناري وبدأ الهجوم على اسجارد. في اللحظات دي اتريوس بيقرر ان هو يساعد اهل ميدجارد ان هم يهربوا من المعركه دي، يعني ابرياء وكده. فاتريوس يعني قلبه طيب جدا يا جماعه. وفي اللحظات دي ثور كان بيواجه كريتوس، وبطريقه ما كريتوس قدر يقنع ثور ان هو على الجانب الخطا وان هو ماشي غلط مع اودين. فقرر ثور ان هو لاول مره يسمع كلام كريتوس ويبقى معاه. لكن بقى اودين كان سامع ده كله وقرر ان هو يقتل ثور، وبالفعل اودين قدر يقتل ثور. وبتيجي المواجهة الاخيرة معانا كريتوس واتريوس وفريا بيواجهوا اودين 1 vs 3. المواجهة دي حرفيا يا جماعة كانت من اعنف المواجهات في سلسلة جود اوف وور عامة. وفي المواجهة دي قدر اتريوس ان هو يكسر القناع بتاع الصدع، وده خلى اودين حرفيا عايز يقتل اتريوس بسبب اللي هو عمله ده. وفعلا في النهاية كريتوس وفريا واتريوس يقدروا فعلا ان هم يهزموا اودين، واتريوس بيختموا جوه حجر كريم. وفي لقطة اكتر من رائعة فرير اخو فريا بيضحي بنفسه علشان العملاق الاحمر ما يدمرش اسجارد والناس موجودة فيه. وفرير وانجر بودا بيعملوا شق كده علشان الناس تعرف تخرج منه من اسجارد. وبعد الاحداث دي كلها انجر بودا بتوري كريتوس واتريوس مصيرهم الحقيقي. يعني الجداريات اللي كانت في يوتنهايم اللي هي كانت متدمرة كان اصلا ام اتريوس هي اللي مدمراها. وبعد ما عرف اتريوس المعلومات دي كلها قرر ان هو يكمل رحلة والدته ويجمع العمالقة مع انجر بودا. في اللحظات دي كريتوس وميمير وفريا بيقرروا ان هم ياخدوا رحلة كبيرة جدا في العوالم علشان يوقفوا الحرب اللي دايرة في العوالم التسعة. وبكده بتنتهي قصة جود اوف وور راجناروك. انا تعبت اوي في الفيديو ده يا جماعة من تجميع المعلومات والقصة والمونتاج وكل حاجة، فياريت تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني فيديوهات تانية كتير جدا بإذن الله جاية. يلا بيس.